مش لازم تسافر في أغلى الأماكن علشان تحس إنك خرجت واتفسحت وحسيت إنك مبسوط. أهم حاجة الرضا، إنك تكون راضي من جواك، دي كفيلة تخليك في مود تاني خالص. ده لو حتى اتمشيت في الشارع بس وقابلك الهوا بتاع ربنا بتحس بتغيير جو وبيغير مودك للأحسن. ما قلناش حاجة إنك تخرج وتشم نفسك لو ربنا عطيك وموسع رزقك وموسع عليك. طبعا رفه عن نفسك وعيالك. انا كلامي اللي موقف حياته على مبلغ او فلوس. انا عن نفسي احيانا وانا خارجه للسوبر ماركت وماشيه في الشارع وبيقابلني الهوا بكون مبسوطه. ارضوا بعيشتكم، واهم حاجه الراحه النفسيه، ولما تكون سليم ومتعافي نفسيا دي اهم شيء. المرض النفسي بيموت بالبطيء، لانك لو تعبان عضويا ألف من هيقولك مالك. لو ما كانش حد من بيتك هيكون حد من جيرانك أو حتى الدكتور اللي بيعالجك. إنما لو تعبان نفسي بيبان إنك سليم 100%، وقليل جدا لو حد حس بيك. في الأول والآخر لازم نحمد ربنا على عطيته، وربنا ليه إرادة في كل اللي بيدهولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ يا رب تكونوا في اتم الاحوال يا رب العالمين. احنا النهارده خارجين خروجه بسيطه قوي كده. يلا يا ايتن نقول لهم حطوا لايك. مكسوفه يا قلبي. يلا بقى ننزل نشوف هنعمل ايه. يلا ننزل مع بعض. بصورك عادي والله. هي موافقه هي يا ابني. لا خلاص هحط لها ايموشن على وشها. لا خلاص يا روحي يا اختي غيرانه يا اختي. تغير على ماما، دي مامتك. على النت وهتنزل. الفرن اهو بس. تعالي ده سنة كل يوم تيجي والجماعة كلها بيجي. جو مرضاش يصور امه. غلب شوية يا عم. بتعالي يا ولد. بتعالي. وانا هنجيب لك ذرة معايا ابوي. يا ليلى زرعة. هنزلك انت راجل بقى. هنجيب لك ولا شوية بقى تشومك من هناك في البيت. شنو تقعدي يا ايتين مع بابا؟ مش انت كنت راكبه مع ايه؟ اركب ورايا. راح انت عايزه عيله صح؟ لا مش شركه.
شوكي بايديها، وراحت مخصوص اشترت جوانتي من الصيدلية، وقعدت بقى الشاب ده ما شاء الله الله اكبر ربنا يرزقه قاعد يعلمها. يعني الناس ديت جميلة قوي، قد ايه جميلة وعندها روح وطريقتهم واسلوبهم جميلة قوي يعني. ما تحاولوش تفاصلوا مع الناس دي والله يا جماعة. انا عن نفسي بحاول بقدر الامكان ما فاصلش مع الناس دي، بس يعني لما بقول لي الحاجة بجنيه بقول له ما ينفعش بنص جنيه. انا بقول لكم وبحاول اعمل كده، بس يعني وانا بقول لهم كده برجع في كلامي طبعا. يعني ربنا يرزقهم، يعني بيتعبوا جدا جدا ورزقهم قليل يعني، بس راضيين بكل حاجة يعني، وما بيحبوش يزعلوا حد. ربنا يرزقهم يا رب ويرزقنا جميعا. حاسه بقى ان فيديو النهارده مبهج كده ولطيف وفيه تسالي كتير، وبعيد طبعا عن الروتينات والترويق والحوارات الكتيره ديت. قلنا شويه ترفيه كده بقى وخروجه كده ترفه عني وعنكم وعن الولاد، وباذن الله هعمل لكم حاجات مختلفه زي دي كتير. وبكده اكون خلصنا الجولة بتاعت النهاردة. يا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، وكمان شيروا الفيديو بقدر كبير عشان خاطر الفيديو اللي فات ما عجبنيش خالص، التفاعل عليه سقط خالص. اتمنى من قلبي يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم، ويا ريت ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بقدمه وبنزله. يا رب اكون قدرت افيدكم وقدرت كمان ابسطكم وتكونوا مبسوطين في الجولة بتاعت النهاردة.